واحد القصه من واحد الكتاب كتقول باللي واحد الفلاح فقير في اسكتلندا كنيتو في الإيمينج. كان كيتسارى في الارض ديالو كيف العاده حتى كيسمع صوت واحد الولد صغير كيغوت. مشى كيجري يشوف شنو واقع حتى كيتفاجئ بواحد الولد صغير كيغرق وسط الوحل. بلا ما يفكر تلاح بحوايجو وعرف كيفاش يوصل للدري قبل ما يسرطوا الوحل وخرجوا بسلام. وفي صباح الغد ليه جا راجل كنيتو تشرشل لدار داك الفلاح وبين فيه عنده الفلوس بزاف وقال ليه بلي نعتو ليه الدار وبلي هو اب داك الولد اللي عتقو البارح وبلي جا رد ليه الجميل بداك الخير الكبير اللي دار معاه. وقال ليه طلب الفلوس طلب الذهب وطلب اللي بغيتي نحققه لك. الفلاح في اليمين رفض وقال ليه بلي ولدك درتو بحال ولدي حيت حتى هو يقدر يطيح في نفس الموقف. من بعد غيسولو تشرشل وغيقول ليه ملي هكا غنتكلفت انا بالدراسه ديال ولدك حتى يتخرج وهكا غنكونوا تعادلنا. فرح الفلاح في ليمنج وحيت ولدو كيقرا مزيان بقى كيجي هو الاول بالمساعده الماليه اللي كتجي كل شهر من عند تشرشل. ومن بعد اعوام ولد الفلاح غيتخرج من جامعه سانت ماري في لندن. وهذا الولد هو الكسندر فليمنج مكتشف البنسلين. ومن بعد مده ولد الراجل الغني غيمرض بالجهاز الرئوي اللي كان تيقتل في ذاك الوقت ويعتقو ولد الفلاح بالبنسلين. وهكا غنحصلوا على هذه المعادله. اعتقل الفلاح فليمنج ابن تشرشل هو تكلف تشرشل بمنحة التعليم لولد الفلاح. وكان هذا التعليم نيت هو اللي اعتق ولده وينستون تشرشل رئيس بريطانيا من بعد. هاد القصه هذه العبره نتمنى كل واحد يقول لي شنو فهم منها.